مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون الآن إلى خطبتي صلاة الجمعة المباركة من مسجد الصادقين في محافظة ميسان. إمام وخطيب الجمعة لهذا الأسبوع فضيلة الشيخ سعد الكعبي دامت توفيقاته. أوقات مباركة نتمناها لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده على جميع نعمه، والحمد لله تحميدا لا يحصيه غيره، قبل كل أحد ومع كل أحد وبعد كل أحد. الحمد لله حمد من يعلم إنما به من نعمائه فمن عند ربه، وما مسه من عقوبته فبسوء جناية يده. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله، فإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة، وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجومها فتقحمت بهم في النار. تمر علينا هذه الأيام وقريبا جدا ذكرى مؤلمة مفجعة، ألا وهي ذكرى استشهاد الإمام الكاظم سلام الله عليه. وإن هذه المناسبات تعد فرصة لأن ننهل من عذب الماء الصافي الذي جرى على يدي محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فإن هذه المناسبات وإن كانت عنصر المصيبة والألم هو العنصر الأبرز، إلا أنه من المناسب أيضا أن نستغلها فنقف على الدروس والعبر التي تركها لنا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ولا سيما هذا الهمام، الإمام الهمام، العبد الصالح، الإمام الصابر، سيدي موسى بن جعفر عليهم السلام. لقد واجه الإمام سلام الله عليه 3 تحديات مفصلية أساسية. في كل واحد من هذه التحديات يمكن أن نأخذ منهاج عمل ينير لنا الطريق في زاوية من زوايا العمل الإسلامي والعمل الاجتماعي، بل حتى الحياة الفردية للإنسان المؤمن. فكل حركات وسكنات وسيرة المعصومين عليهم السلام يمكن أن ندرسها دراسة وافية نستطيع من خلالها أن ننتفع بما نمر به من أحداث اجتماعية وسياسية، بل حتى مناهج اقتصادية. فإن سيرة المعصومين وما ورد من قصصهم في كتب التاريخ لا نقف عليها وقفة القصة التاريخية، وإنما يجب أن نستخلص منها مناهج العمل التي من شأنها أن تحل مشاكلنا التي نعاني منها في ظرفنا الاجتماعي والسياسي وغيره من الظروف. ف3 تحديات واجهها الإمام سلام الله عليه. التحدي الأول هو مواجهة السلطة في زمنه سلام الله عليه. التحدي الثاني هو التيارات المختلفة، تيارات فكرية، تيارات مذهبية، تيارات ملحدة، فكيف تعامل مع هذه التيارات المذهبية والفكرية بل حتى الإلحادية. التحدي الثالث الاختلاف الداخلي داخل أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. 3 تحديات نحن اليوم نعيشها ونمر بها. على مستوى العمل السياسي نحتاج إلى برنامج كامل، برنامج يعالج جميع الثغرات وجميع
المطبات التي يواجهها المجتمع على المستوى الحوار الفكري مع كل التيارات والنظريات التي نعاصرها اليوم، وعلى مستوى الداخل أيضا نحتاج إلى أنفاس أهل البيت سلام الله عليهم وإرشاداتهم لكي ينيروا لنا الطريق في كيفية التعامل مع ملابسات الوضع الداخلي في داخل مذهب أهل البيت عليهم السلام. فنقف في الخطبة الأولى على هذه التحديات بشيء من التفصيل، ثم نستخلص منها المناهج التي استعملها الإمام صاحب الذكرى الإمام الكاظم سلام الله عليه. فالتحدي الأول هو مواجهة السلطة. إن السلطة العباسية الظالمة الجائرة التي عاصرها المعصوم كانت في ذروة قوتها وبطشها. في أواخر زمن الإمام الصادق سلام الله عليه بلغت قوة السلطة العباسية إلى ذروتها على يد المنصور الدوانيقي ومن بعده هارون ثم المأمون. هذا العصر كان عصر قوة الدولة العباسية وذروة الدولة العباسية. وقد عاش المذهب الإمامي انفراجا في أول نشوء الدولة العباسية على اعتبار دولة ضعيفة الآن نشأت، فاستطاع الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام من التوسع في نشر علوم أهل البيت عليهم السلام. إلا أنه وإن لما وصلت الخلافة إلى المنصور الدوانيقي بدأت الدولة تترسخ وتتقوى سلطتها وتبسط نفوذها على الأمة الإسلامية، حتى وصل الأمر في بعض الأيام إلى الإمام الصادق عليه السلام، وصل الأمر بالتقية إلى أن الإمام سلام الله عليه يأكل في نهار شهر رمضان، لأنه السلطة العباسية ترى أنه من شعبان مثلا، فإذن أو من شوال، لأنه الإمام يقول أفطر يوم فأقضيه أفضل من أن تضرب عنقي، إلى هالدرجة وصلت، ويقول أنا أعلم أنه من شهر رمضان. فإذن التقية كانت مكثفة جدا في أواخر زمن الإمام الصادق عليه السلام، حتى مسألة الوصية للإمام الكاظم سلام الله عليه لم يستطع الإمام إرشاد الناس بصورة واضحة علنية إلى الإمام الكاظم عليه السلام، لذلك سنرى أنه تفترق الأمة بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، فلم يستطع التوجيه المباشر للخليفة من بعده صلوات الله عليه، حتى أن عبد الرحمن بن الحجاج يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له سيدي من الخليفة بعدك، من الوصي بعدك؟ الإمام يجاوب جواب رمزي، يقول له إن موسى لبس الدرع واستوت عليه. هو يسأل عن الخلافة يجاوبها الجواب الرمزي لأنه لا يستطيع أن يصرح بالكلام. فإذن كانت السلطة العباسية سلطة قد قويت شوكة الدولة، فتراجع حركة المعصوم ودوره، ثم كان التعامل وفق التقية المكثفة. لذلك لما استشهد توفي الإمام الصادق عليه السلام المنصور سأل فقال انظروا إن كان قد أوصى إلى رجل بعينه فاضربوا عنقه، اقتلوه. الإمام سلام الله عليه كان يعلم هذا النفس من العباسيين، فأوصى إلى 5 أشخاص، قال هم أوصيائي. من هم؟ المنصور نفسه، قال 1 المنصور، 2 ابن سليمان والي المدينة الوالي العباسي، 3 عبد الله ابن الشبير ابن الإمام الصادق عبد الله الأفطح، وموسى عليه السلام الإمام الكاظم، وحميدة زوجته أم موسى، 5. فقالوا له يا أبا أوصى لي 5، أنت 1 من عندهم والوالي، قال لا عاد اتركوهم، ما إلى قتل هؤلاء من سبيل. فالمسألة كانت تحتاج إلى تخطيط من قبل الإمام حتى يحافظ على الإمام الكاظم سلام الله عليه. نعم هو بلغ
قسم من أصحابه الخلص علماء أصحابه بأن الإمام بطريقة قلنا رمزية أن الإمام الكاظم سلام الله عليه هو الإمام من بعده. فإذا في هذا الجو اللي هي الإشارة إلى الإمام المعصوم المفترض الطاعة يكتنفه الكثير من التقية والكتمان، تصدى الإمام الكاظم عليه السلام للسلطة. قلة أتباع، أكثر الناس، راح نجي نتعرض بالنقطة الثالثة، أكثر الناس توجهوا إلى عبد الله لاعتبار ابنه الكبير، وراح نجي هم نذكر قصة إسماعيل رضوان الله تعالى عليه. فالأتباع أغلب الأتباع يم عبد الله الأفطح، قليلين أتباعه. فكيف تحرك الإمام وواجه هذه السلطة إلى أن رجع الناس إليه وصار يعني هو الشخص الأبرز والاسم الأبرز في الساحة السياسية والساحة التشريعية عند مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ استعمل أسلوبين. الأسلوب الأول لأنه كان مسؤول أن يحفظ نفسه باعتباره إمام الأمة، وأن يحفظ أتباعه من هذه السلطة الغاشمة المتنفذة. فإذا استعمل أسلوبين. الأسلوب الأول أسلوب التقية، يعني اتصل أول الأمر بأعداد قليلة وبشيء من السرية نشروا هذا الأمر إلى أن تغير الوضع شيئا فشيئا. هذا الأسلوب الأول، أسلوب التقية والحفاظ على الناس. الأسلوب الثاني وهو الإذن لبعض أصحابه أن يدخلوا في سلك الدولة وأن يكونوا درعا للمؤمنين وحصنا للمؤمنين ودفعا للمؤمنين من بطش الدولة العباسية. إذن هذا هو التحدي الأول وطرق معالجة الإمام لهذا التحدي، كيف واجه هذا التحدي. التحدي الثاني قلنا التيارات المذهبية والتيارات الفكرية، وهذا التحدي ليس يعني تحديا مستجدا، هو على طول الخط الرسالي نلقى هذا التحدي موجود من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى آخر الدنيا. الخط الرسالي تجد إلى جنبه مجموعة من التيارات والأفكار المختلفة التي تختلف معه وتقف بالضد والنقيض معه. وطريقة العلاج هذه طريقة قرآنية أيضا موجودة، اللي هي شنو؟ الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا النمط القرآني، المنهج القرآني هو المنهج الأصيل. أما ما عدا في بعض الاستثناءات فهذه ظروف طارئة خاصة لها قيودها، لها أحكامها، لها خصوصياتها. أما المبدأ الثابت مع من نختلف معه هو هذا المبدأ القرآني الثابت بسيرة أهل البيت عليهم السلام، وهو شنو؟ الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالأحسن أو بالحسنى. هذا من ناحية الدعوة وأسلوب الدعوة. الأسلوب الآخر اللي عالج بهذا التحدي هو السلوك المستقيم المتوازن الرزن في الخطاب وفي الحوار وفي الجدال، والسلوك الاجتماعي المتوازن. هذا السلوك يكشف عن حقانية صاحب الفكرة، يكشف عن حقانية وصحة وصوابية صاحب المبدأ. فأني من خلال تعنيف الآخرين والتعصب والتعنصر والتطرف واستعمال العنف لا يقبل بكلام أحد، ويكون رد فعل عكسي على ما أريد أن أنشره من أفكار. إذا أنا شخص عنيف حاد الطباع أريد أفرض رأيي بالقوة وبكل ما أوتيت من وسائل، هذا بحد ذاته منفر عن أصل الفكرة. واليوم احنا الشاهد عندنا واضح إيش قد ناس نفرت من الإسلام بسبب ما تشاهده من سلوكيات عند المتطرفين، داعش وغير داعش. قالت إنه هذا التطرف ما جاء إلا نتيجة الأفكار التي ينادي بها الإسلام. إذن دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، سلوك
يكشف عن حقانية الدعوة. هذين الأسلوبين واستعمله مع خصومه صلوات الله عليه. الإمام الكاظم عليه السلام كان أحد النواصب من أتباع المذاهب الأخرى، يسب الإمام، يشتم الإمام، يبغض الأئمة عليهم السلام. فحتى بعض أصحاب الإمام قالوا له اعطينا مجال خلينا نقتله، خلصنا من عنده هسه، شنو هالمصيبة؟ قال لهم لا. فذهب إليه، قصة تعرفوها، ذهب إليه في بستانه، قعد يمه، ضاحكه ومازحه، قال له هذا بستانك ايش قد انت تعبت عليه، ايش قد صرفت عليه؟ قال له 100 درهم. ايش قد ترجى من عنده؟ قال له ما ادري الغيب، ايش انا اعرف الغيب؟ خمن. قال له 200 درهم. قال له ذني 300 درهم مالتك خذهن، والزرع مالتك إلك. فتغير هذا السلوك المرن اللين، غير في عقلية هذا الإنسان الناصبي. إذن هذا التحدي وسبل العلاج. التحدي الثالث هو الانقسامات الداخلية، وهذا برأيي القاصر كان أخطر التحديات التي واجهت الإمام سلام الله عليه. الإمام الصادق عليه السلام كان له بنون عدة. بعض المصادر تقول عبد الله الأفطح أكبرهم سنا. عبد الله الأفطح، ليش سموه الأفطح؟ الفطح هو العرض، فتشي عريض، قالوا بعضهم راسه عريض، بعضهم أنف عريض. المهم إذا كان فتشي عريض يسمونه أفطح ومفطح، فدعاها في الإنسان. من بعد عبد الله الأفطح إسماعيل ابن الإمام الصادق مدفون في البقيع. كان عابدا زاهدا من خيرة أولاد الإمام الصادق عليه السلام، حتى أن الناس كانوا يظنون أنه الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام، ولكن توفي في زمن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق لما كان يعلم بأن هذا الورع وعبادة وزهد إسماعيل رضوان الله عليه سيدخل الشبهة إلى أذهان الأمة بأنه الإمام سلام الله عليه، فأجرى يعني فد طقوس وممارسات في دفن إسماعيل رضوان الله عليه. لما توفي إسماعيل دعا الإمام الصادق عليه السلام خيرة أصحابه، علية أصحابه، واحد واحد كشف لهم وجه إسماعيل. قال لهم هذا منو؟ قالوا له إسماعيل. ميت له عدل؟ قالوا له ميت. فلان مفضل، داود، إلى آخره الأسماء. زرارة هذا ميت له عدل؟ قالوا له ميت. شالوه أثناء الطريق، كشف لهم وجهه، قالوا هذا منو؟ قالوا له إسماعيل. ميت له عدل؟ قالوا له ميت. عند القبر، في القبر، كلها الإمام عليه السلام يكشف وجه إسماعيل ويسألهم ميت له عدل؟ يقولوا له ميت، حتى يلقي الحجة. يقول لهم هذا الإنسان صح، هو إنسان عابد زاهد خير، ولكنه توفي في زمان الإمام الصادق عليه السلام. ومع ذلك بعد وفاة الإمام الصادق نجد جماعة من أصحاب الإمام الصادق قالوا الإمام هو إسماعيل وهو غائب وليس ميتا. فإذا جماعة قالوا الإمام بعد الصادق عليه السلام هو إسماعيل. جماعة التفوا حول عبد الله على اعتبار الولد الأكبر، وأيضا اسمه موجود في الوصية، قلنا وصى إلى 5، والأغلب هكذا التفوا. قليلين اللي سئلوا راحوا يم الإمام الكاظم عليه السلام، حتى أن أحد الأصحاب سأل الإمام الكاظم عليه السلام عن الإمام فما أجابه. قلنا ظرف تقية مكثفة، ما أجابه جوابا واضحا. يقول أنا ظليت متحير، هذا الصحابي ظليت متحير لما قلت له عليك إمام، أنت أكو فوقك إمام؟ قال له لا. فيقول فهمت أنه هو الإمام. قل كانوا مع الإمام الكاظم، وكانت محنة. ليش المحنة؟ لأنه أول الدولة متربصة، تريد تعرف الإمام منه. أغلب الأصحاب عند عبد الله الأفطح، قسم قليلين يمه، قسم قالوا الإمام إسماعيل. فالمسألة قلة الأنصار وقلة فالأتباع، صعب الحركة في هذا الظرف وفي هذا الجو. كيف عالج
هذا الأمر الإمام سلام الله عليه أول شيء عالجه بالتسديد الإلهي. الله عز وجل يسدد المؤمنين ويسدد المعصومين عليهم السلام ويرجع الناس إليهم. هذا منتهي من عنده التسديد والتوفيق الإلهي للمعصوم ولأتباعه، لابد أن يوفقهم ويلطف بهم ويوصلهم إلى قيادتهم الصحيحة. العامل الثاني المهم اللي ينفعنا أيضا خبرة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. كانوا فقهاء، كثير منهم كانوا فقهاء، لما كانوا يلتقون بعبد الله الأفطح ومن خلال محاوراتهم وأسئلتهم يكتشفون بأنه لا يمكن أن يكون هذا الشخص هو الإمام. قلة خبرة في الإدارة، أحكام ما أدري شلون، يعني مجموعة قرائن يقولون إحنا اكتشفنا أنه المسألة مو يم هذا الشخص. فظلينا نبحث عن الإمام الحقيقي شيئا فشيئا، وأفراد أرسل إليهم الإمام الكاظم عليه السلام وبين لهم القرائن على إمامته، فشيئا فشيئا تغير الوضع والتف الناس حول الإمام الكاظم عليه السلام. فإذا بالتوفيق الإلهي وخبرة علية القوم، خبرة النخب، تستطيع الأمة أن تكتشف المنهج الصحيح والقيادة الصحيحة. المنهج الصحيح والقيادة الصحيحة لا سيما في ذلك الظرف اللي كان شنو؟ لا وسائل إعلام، لا كتب تنشر، الرواة والمحدثين قليلين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتسديد لما هو أرضى له ولما هو ما يقربنا إلى إمام زماننا ويجعلنا من أصحابه وجنوده، إنه على ما يشاء قدير. هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وبأفضل ما حمده الحامدون. وصل يا رب على محمد المصطفى وعلي المرتضى وعلى الصديقة فاطمة الزهراء وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وصل يا رب على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الاختصار الذي قدمناه في الخطبة الأولى التحديات التي واجهها الإمام الكاظم سلام الله عليه وطرق العلاج، على اختصارها يمكن أن نستخلص منها منهجا للتعامل مع حاضرنا، مع وقتنا المعاصر في مختلف تحدياته. أختار منها نقطتين. النقطة الأولى الاختلاف الداخلي والعمل السياسي، معالجة الاختلاف والعمل السياسي في ظل الدول التي لا يقوم الفقيه أو الحاكم الشرعي بتأسيسها. نقطتين مهمات. أما الأول فعنصر الاختلاف، شفتوا أنتم هو قبل الإمام الصادق عليه السلام وفي زمن الإمام الصادق عليه السلام بدأ هذا الخط اللي هو مدرسة أهل البيت عليهم السلام تحدث فيه انشقاقات. ظهروا الزيدية اللي هم أتباع زيد رضوان الله تعالى عليه، ثم ظهروا بعد ذلك في زمن الإمام الكاظم الفطحية اللي هم أتباع عبد الله الأفطح، والإسماعيلية. بالمناسبة هم الإسماعيلية فد مذهب مغلق ما يدعون إلى الآخرين، هم يعني مذهب ظهر وكتبه قليلة، التأليف عنه قليل، ظهر في شمال أفريقيا، اتسع بعدين انحسر. المهم صارت ثلاثة اتجاهات، فطحية وإسماعيلية وخلينا نسميهم الموسوية. زين، وبعدين يقولون هذول سادة موسوية وهم نطلع سادة احنا. زين،
فبعد الإمام الكاظم في زمن الإمام الرضا أيضا ظهرت فرق أخرى، الواقفة مثلا. فكيف تعامل المعصومون عليهم السلام مع هذه الفرق؟ ما تعاملوا وياهم نفس المبدأ القرآني اللي قلناه قبل شوي. هسه الفرق والتيارات الكافرة الملحدة المنحرفة، فالتعامل أيضا يعني في غالب التصرفات وأصل التصرفات معهم مناظرة وحوار، ما يوصل إلى التطرف والتعنصر والتعصب، حوار، وأنت مسؤول عن رأيك أيا كان. فما نحتاج إلى مسألة التطرف والتعصب اللي يفسد أكثر ما يصلح. كلامنا في داخل مدرسة أهل البيت، أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، شنو كان المنهج؟ كان المنهج هو أيضا الحوار، وأحيانا حتى يعني حمله على الصح. مسألة الإمامة مسألة أصولية عقدية صحيح، ولكن بالرغم من حساسيتها وأهميتها ما نجد الأئمة عليهم السلام كفروا الآخر وحكموا بضلاله وحكموا بأنه من أهل النار. صح، بعض الأشخاص مو لأنه صارت عنده شبهة، لا، لأنه أخذ أموال، فتوجد روايات أنه أقعد في قبره وضرب جلده القد وما أدري إيش. نحكي عن الالتزامات الناشئة من التفكير. شنو يعني احنا نكفر الآخرين ونحن الحق المطلق والآخر هو الباطل المطلق؟ لا، المعصومين عليهم السلام قالوا الحوار، ناقشوهم وبينوا حججكم عليهم وأظهروا أدلتكم عليهم، وشوفوا الثغرات في أفكارهم وعالجوها وناقشوها. أخذوا بها أخذوا، ما أخذوا خلص. بل إن بعض الأصحاب سألوا الأئمة عليهم السلام عن بني فضال، ناس من الواقفة وقفوا على الإمام الكاظم وجحدوا إمامة الإمام الرضا صلوات الله عليه. شنو قال الإمام؟ قال ذولا هيك من عندهم، لا تزوجونهم، لا تاخذون منهم، لا تبيعون، لا تشترون، لا تقعدون بمساجدهم، لا تصلون وياهم أبد. قال ناس ثقات، اخذوا روايات عنهم بس لا تعتقدون بعقيدتهم، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. المسألة بهالقد من الإنصاف. انصف الآخرين من نفسك، كن ننصف الآخرين من نفسنا. عند وجهة نظر أنا ما أقبلها بحدود وجهة النظر، إيش قد هاي وجهة النظر ما أقبلها. إذا كان هو من ضمن مدرسة أهل البيت ويعتقد ما أعتقد، هو أخي عنده وجهة نظر أخرى. المسألة الأشنع اللي وصلنا لها اليوم كلكم تعلمونها، أنه إحنا على مستوى التقليد نفترق فرقتين ولا نتزاور ولا نتزاوج ولا نتداخل، يعني فد أمر قطعا، وأنا مسؤول هذا قطعا، أحكي بعد ما أدري الآخرين، قطعا الأئمة عليهم السلام لا يرضون به قطعا. كل واحد من عندنا سيسأل نفسه ويسأل أخاه. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف لو كان بيننا الآن، وإن شاء الله يرزقنا رؤية هذه الغرة الحميدة، ونسأله هل ترضى أن نتقاطع لأنني أقلد فلان وذاك يقلد فلان؟ لا أصلي معه لا يصلي معي، لا أزوره لا يزورني. فمسألة الاختلاف لا نضخمها أكثر من حجمها، كلها حجمها. أكو اختلافات كبيرة، أكو اختلافات صغيرة. نقطة القوة في الأمة اجتماعها. بالعكس أنه توجد بعض الباحثين يقول بأنه الدول والسلطة هي التي تبذر بذور هذه الفرقة وتغذيها. هسه قبل العباسيين ولا اليوم قوى الاستكبار وقوى العالمية، إيش مدرينا ما هي اللي تغذي هاي الأمور وتحاول تفرق وتشتت شملنا. الدرس الثاني في العمل السياسي. فترة الإمام الكاظم عليه السلام بعجالة، الوقت إن شاء الله بكم دقيقة، شهدت أنه الإمام عليه السلام قبل الإمام الصادق أيضا بعد الإمام الرضا، شهدت الإذن لبعض الأصحاب في مزاولة العمل السياسي، يدخلون في سلطة هارون وفي سلطة المنصور، وعلى مستوى وزراء
مو على مستوى فد عامل بسيط أو قائد بسيط أو إلى آخره، مستوى وزراء. من هذا نكتشف بأنه العمل السياسي ضمن الدولة الآن اليوم دولة هي ليست دولة بيد الحاكم الشرعي. أنا أصعد بالبرلمان، لو أصير بمجلس محافظة، لو أصير وزير، هذا مشروع العمل لو مو مشروع؟ سؤال مهم، مشروعية العمل في السلطة. طبعا إحنا كناس أتباع لقيادات دينية ومراجع تقليد نروح للفقيه، بس إحنا هنا نريد نبين على مستوى الدليل ما هو والثقافة العامة. وأيضا الأحزاب السياسية والسياسيين كانوا يتنبهون لهذه الشروط. فإذا العمل السياسي توجد روايات ونصوص كثيرة دالة على الإذن ودالة بنفس الوقت على خطورته، خطر. بالمحصلة لأن الوقت ضاق علينا، العمل السياسي في الدولة غير الدولة الوضعية، خلينا نسميها الدولة الفقهاء يسمونها الجائرة، اللي مو بيد الفقيه، مشروط أولا بإذن الحاكم الشرعي، اثنين بقضاء حوائج الإخوان. وزير في مكان معين، يجي شخص مؤمن مو واسطة، مو منا مؤمن، يجي شخص مؤمن وهو مظلوم، كون أنت تقضي حاجته، تأدي حقه. فهذه الشروط، إذن الحاكم الشرعي، وطبعا عدم الوقوع في الظلم، مو ناخذ المليارات وإلا ينحشنوا عندنا إذن شرعي عام. إذن الحاكم الشرعي، عدم الظلم، قضاء حوائج الإخوان، أركان مهمة في العمل الإداري والسياسي داخل الدولة التي لا تخضع بيد الفقيه. نتبرك بالروايات الإمام الكاظم عليه السلام عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن: ما تقول في أعمال هؤلاء؟ يعني أدخل بالدولة. قال: إن كنت ولا بد فاعلا فاتقي أموال الشيعة، دير بالك تأخذ من أموال المؤمنين. رواية شيء من الطول فيها وتبين حقيقة الأمر. عن زياد بن أبي سلمة قال: دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا زياد، إنك لتعمل عمل السلطان. قال: قلت: أجل. قال لي: ولم؟ ليش؟ قلت: أنا رجل لي مروءة وعلي عيال وليس وراء ظهري شيء، شخصية وجه اجتماعي، ما أقدر أشتغل شغلة ما تناسبني. فقال لي: يا زياد، لئن أسقط من حالق فأتقطع قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا. الإمام يسأله: إلا ماذا؟ يقول: لا أدري. قلت: لا أدري جعلت فداك. قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه. يا زياد، إن أهون ما يضع الله جل وعز بمن تولى لهم ما يصنع الله جل وعز بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ من حساب الخلائق. خلي عليه خيمة من النار ويعوفه لما يخلص. اللي يعني يطبق هذه الشروط الله تعالى يعتبره وليا من أوليائه. هم علي بن يقطين عن الإمام الكاظم: إن الله تبارك وتعالى، إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه. وقال الشيخ الصدوق: أولئك عتقاء الله من النار، دول اللي يشتغلون ضمن الدولة ويحافظون على أموال المؤمنين. توجد أيضا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام تبين أن المسألة مشروطة بالإذن، تقول مضمونها: اللي حرمنا عليكم من عمل السلطان فهو حرام، واللي حللناه فهو حلال. إذن المسألة مرتبطة بالإذن، إذن الحاكم الشرعي. هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مستمعينا الأكارم، استمعتم إلى خطبتي صلاة الجمعة المباركة من مسجد الصادقين في محافظة ميسان. هذه إذاعة الأمل من ميسان.